تكملة للفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن ايه هو الابليكيشن وازاي ممكن نسجل عليه، هتعمق معاكم شوية وهنشوف ازاي نعالج الاخطاء اللي بعض الناس بتشتكي منها وبتقع فيها على التطبيق، وهي انهم بيحولوا مبالغ كبيرة وبيكتشفوا انها اتحولت لاشخاص غلط ومش عارفين يرجعوها تاني. هنوضح الاول حاجة مهمة في التحويلات البنكية العادية، لما بتحول فلوس لحد فيها سواء كان اشخاص او شركات، الفلوس بتتحجز في البنك لفترة معينة، بعد كده بتوصل للحساب اللي انت حولت عليه، فده بيديك متسع من الوقت انك لو عملت تحويل غلط تقدر تكلم البنك وتلغي العملية دي. بس هنا الموضوع مختلف، تعال اقولك تعمل ايه. خلينا نقسم الموضوع لجزئين. لو الشخص اللي بتحول له الفلوس عنده نفس التطبيق، في الحالة دي الابليكيشن بيديك امكانية انك تختار رقم موبايل الشخص ده منه وتحول المبلغ على طول، او انك تكلم الشخص نفسه وتقول له يختار من جوه الابليكيشن خاصية اسمها كولكت ماني، او انه عاوز يحصل منك الفلوس وليكن مثلا مبلغ 100 جنيه. الشخص هيختار الخاصية وهيكتب رقم موبايلك، وفي الحال هتلاقي رسالة وصلتك بطلب التحصيل. اما لو الشخص ما عندوش الابليكيشن، فهنا خد كل حذرك وحول مبلغ صغير جدا وليكن 10 جنيه عشان تتأكد ان الفلوس راحت في المكان الصح، وبعد كده حول باقي المبلغ، وبكده كل معاملاتك هتتم بدون مشاكل. بس يا سيدي، ودي كانت حلقة من احكي ابو اليزيد.